أهلا بيكم في بودكاست حكاية التلات. أنا سلمى ودي المحاولة الأكبر لإنهاء أسطورة ونحس يوم التلات. في البودكاست هنا هنتكلم كل تلات جد وهزار عن معظم الستراجلز اللي بتقابلنا في حياتنا، فلو انتوا حاسين ان انتوا مهتمين اتفضلوا معانا برجلكم اليمين. صباح الخير أو مساء الخير على حسب انتوا بتسمعوا الحلقة امتى وفين. أتمنى تكونوا كويسين وبخير، وأتمنى لحد دلوقتي تكون بداية سيزن 3 بداية خير كده وتكون مشرقة وعجباكم. وزي ما اتفقنا أنا موجودة دايما على انستجرام، لو عندكم أفكار للحلقات أو لو عايزين تتكلموا في مواضيع أو لو عايزين حتى تبعتولي أي حاجة فهتلاقوني على انستجرام حكاية التلات في أي وقت. في الحقيقة حلقة النهاردة هي بالنسبة لي من أهم الحلقات في البودكاست. الحلقة دي درافت مكتوب من السيزن اللي فات أو السيزن اللي قبليه، وكل ما أقول أنا خلاص هنزلها أرجع في كلامي وأقول الموضوع ده موضوع حساس شوية وهدخل نفسي في مهاترات ملهاش آخر ما بيننا وما بين بعضنا. ولكن من بعد رمضان وانا نويت اني خلاص انا هنزل الحلقة دي في اول سيزن تاني هعمله في البودكاست، ومش هستنى اكتر من كده، وده لعدة اسباب. اولهم ان موضوع الحلقة موضوع قريب جدا 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 من قلبي. تاني حاجة لان في رمضان ظهر قدامي فيديو لبنت جميلة جدا على تيك توك، محتواها خطير واسلوبها لطيف جدا جدا جدا. البنت دي اسمها نسمة. مش هكلمكم قوي على محتواها علشان عايزاكم انتوا تروحوا تشوفوه بنفسكم. هحاول احطه لكم في اي ريل هينزل على الانستجرام تبع البودكاست دي او تبع حلقة البودكاست دي، او هشوف لو هعرف احطه مع حلقة البودكاست كلينك. يعني نسمة كانت بتتكلم في الدين بس بطريقة مختلفة الى حد ما، يعني كانت واخدانا في الجيرني بتاعتها وهي بتتعلم. المهم ان من ساعتها وانا بتابع نسمة وبتعلم منها كتير جدا وبتعلم معاها كتير جدا. ومن اكتر الدروس اللي اتعلمتها او اكتر درس انا اتعلمته هو اننا كلنا بنحاول طول الوقت، بنحاول يبقى فيه ما بيننا وما بين ربنا باب مفتوح. مهما عملنا ومهما غلطنا ومهما هنعمل ومهما هنغلط احنا لسه بنحاول. وديسكليمر كده قبل ما ادخل دايركت في موضوع الحلقة، انا مش بتكلم باسم الدين لان انا مش اهل ان انا اعمل حاجة زي كده. انا مجرد بنقل تجربتي مع حاجة معينة انا وشوية من البنات اللي حواليا. والحقيقة ان الحكاية بدأت من كام سنة كده قبل فيديوهات نسمة بكتير. كنت لسه متحجبة جديد وجي قدامي بوست على فيسبوك لبنوتة محجبة بتحكي انها كانت قاعدة على البحر والهوا جه وطير طرحتها، فحست احساس كان وحشها وهو ان الهوا يلمس شعرها ويطير شعرها زي ما بنقول كده. فغصب عنها عيطت وقعدت تدعي ربنا وتقول يا رب انا بعمل ده علشانك، يا رب تقبله مني. وقالت ان بالرغم من هي كانت في دولة اجنبية وما كانش في حد حواليها، الا انها اول لما سمعت خطوات ناس جاية عليها جريت راحت جابت طرحتها بسرعة وحطتها تاني، رغم ان هي لو كانت فضلت من غير الطرحة ما كانش حد هيبصلها ولا كان حد هيعرف مين دي ولا كان حد هيهتم للحاجة اللي هي حطها على شعرها. من الاخر محدش شايفها علشان يحكم عليها. وحقيقي الحكاية دي هي بتلخص كل حاجة او معظم اللي بيدور في دماغنا كمحجبات او معظم اللي بيدور في دماغ وشايفاك يا اللي هتيجي هناك تقول ان ده مش حجاب. وطبعا كلنا من قلبنا نفسنا ان ربنا يهدينا اكتر واكتر واكتر ويثبتنا، ولكن احنا بنجاهد نفسنا في معظم الوقت. ومش دي البوينت بتاعت الحلقة بتاعتنا النهاردة في البودكاست. لما قريت البوست ده جسمي اشعر ودمعت، لاني كنت فاكرة ان انا لوحدي اللي بدأ يجيلي الاحساس ده، خصوصا ان كان عدى فترة على حجابي، فالاحساس بان انا عملت حاجة جديدة بدأ يروح وبقى خلاص. يعني انا مش عايزة اقول حسيت اني اتدبست، ولكن وحشني شكلي قبل كده، وحشني حياتي قبل كده، وبدأت احس اني وحشة وان وحشني شكلي بشعري ولبسي اللي كنت بلبسه، واني كنت احلى كتير قوي واجمل وبعرف اغير من شكلي ومن تسريحة شعري لما بزهق. وكان دايما عندي احساس اني عشان بيجيلي الافكار دي فانا شخص مش كويس، وان كده حجابي ربنا مش هيتقبله مني،
ولا عباداتي التانية اللي انا بعملها ربنا هيتقبلها، لان انا مش راضية 100% عن الحاجة اللي انا بعملها او عن القرار اللي انا اخدته. ولكن بعدها عرفت حاجتين. اول حاجة ان انا مش لوحدي، وان تقريبا كل البنات المحجبة باختلاف درجات التزامهم بيجيلهم نفس الاحساس ده. لان احنا كبنات او كستات اغلى حاجة عندنا ومن اكتر الحاجات اللي بتهمنا في حياتنا هي جمالنا وشكلنا لنفسنا قبل ما يكون لحد. والحجاب بيخبي جزء كبير او بيخبي كل ده. ولما عرفت ان انا مش لوحدي من البوست وشفت كمية الكومنتس اللي موجودة تحت البوست دي، حسيت ان اكن حد جه كده طبطب عليا وبيقولي you're not alone، انتي مش لوحدك، انتي مش وحشة، احنا كلنا بيجيلنا الاحساس ده وده طبيعي. الحاجة التانية اللي اتعلمتها واللي عرفتها فيما بعد ان العبادات الصعبة علينا بأي شكل من الاشكال، صعوبة نفسية يعني زي الحجاب، او صعوبة جسدية زي اننا نصحى في عز الشتاء من النوم في الساعة، نقوم ونتوضى ونصلي الفجر علشان ربنا طلب مننا كده. يعني السبب الاول والاخير احنا بنعمل كده ان هو ابتغاء لرضا ربنا. دي ان شاء الله من العبادات اللي احنا هنؤجر عليها وعلى الجهاد فيها. لان الجهاد هنا هو جهادك لنفسك، انت بتحارب دماغك، بتحارب افكارك اللي بتقولك لا يا عم ريح بالك وعيش حياتك المريحة بالنسبة لك، واللي انت فيها جوه الكومفورت زون بتاعتك اللي هو زي ما انت مش محتاج تكتر عن كده. ولما بدأت اتكلم عن الحجاب بأريحية اكتر وعن احساسي وسط البنات وسط الكوميونتي اللي انا فيه، لقيت ان كل بنت من البنات اللي موجودة عندها حكاية مختلفة ما بينها وما بين الحجاب. فاستأذنتهم وطلبت منهم ان انا استخدم حكاياتهم في البودكاست. في منهم هنسمعه وفي منهم انا هحكيه لكم. واول حكاية بتقول: على قد ما هو قرار صعب جدا، بالذات اول خطوة دي بجد هي اصعب حاجة في الموضوع كله، على قد ما هو بجد اريح احساس واكتر حاجة مبسوطة اني عملتها. اول خطوة اصعب حاجة علشان افكار كتير ما بين شكلي مش هيبقى حلو زي ما انا بشعري، ولبس كتير مش هعرف البسه والناس هتستغربني. بس حابة وفهمت ان الحجاب فعلا هو علشان يغطي جمالنا، مش علشان الناس كلها تشوفه. واكتر كلمة كنت بقولها لنفسي في الخطوة دي: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وبجد دي حقيقة جدا. وشجعت نفسي باني بقيت اجيب لبس جديد وشيك وشكله احلى من لبسي قبل الحجاب، وطرح شيك حتى لو كانت غالية. وبقيت ما بحسش ان شكلي وحش خالص، وتعودت جدا. اكيد طبعا اوقات كتير بحس انا ليه عملت كده، وشكلي بشعري كان احلى، وصوري وذكرياتي مع صحابي، طب الفستان ده، طب اللبس ده، طب الحاجات دي انا مش عارفة البسها تاني. وبفكر نفسي كل شوية اني عملت كده علشان ربنا، وان اكيد ربنا هيكرمني بحاجات كتير قوي. اقل حاجة قصاد كل ده اني عملت فرض عليا وفهمت السبب من الفرض ده. هسيبكم تسمعوا الحكايات دي وارجع لكم تاني. بصي يا ستي، انا ما اتحجبتش صغيره، مش يعني مش اللي هو ايه، اول واحده ما متحجبه في الفصل واول واحده متحجبه لا، اتحجبت في ثانوي كده، وكان كل اللي حواليا محجبات اصلا. فدي كانت حاجه مش ضغطاني على قد ما اللي هو انا عايزه ابقى شبههم. بس هو انا متاكده ان انا اول ما اتحجبت والحماس بتاع ان هي حاجه جديده وشكل جديد ده راح، انا جالي احباط وجالي اكتئاب، وكنت حاسه اني مش اموره. عارفين هذا الشعور؟ حاسه ان انا مش اموره. فاللي هو انا المفروض هعمل ايه دلوقتي؟ المهم ان اكتر حاجه حاسه بيها ان ربنا بيقوي. يعني انتي لما بتعملي حاجه وتقولي انا عاملاها كومبليتلي لربنا ولوجه الله، فخلاص انت تحسي ان ربنا اصلا بيقويكي عليها بطرق غريبه. يعني انا متاكده ان انا كنت بجد شايفه نفسي، لا، انا كل اللي كان محليني انا غطيته، فانا دلوقتي صفر. بقف عند مواقف كتير جدا وانا حرانه ومش قادره انزل بالطرحه من غير بقى 70 لاير اللي بنلبسهم فوقها، والطرحه والبندانه واللي معرفش ايه. ولو انا رايحه فرح والدرس شكله جامد بس لسه هلبس معرفش عليه ايه وايه وايه، علشان ما ينفعش، ما هو ده اللبس اللي لازم هلبسه. آم، واحبط واكتئب بس عادي بعدها، يعني الحمد لله ربنا بيقويني، واللي هو تمام تمام عادي،
انت عارفه ان انا بجد والله العظيم ساعات بشوف ريلز على الانستجرام لبنوته معرفش لابسه توك عامله ازاي وشعرها عامل ازاي، بقول انا اقسم بالله لو عملت بس التسريحه دي خلاص كده وبقعد اقول ان شاء الله دي هخرج بيها في الجنه، لان بعملها في البيت ببقى حاسه خلاص انا اجمد انسانه في الوجود. الحكاية جاية ممكن تكون سنسيتيف شوية بالنسبة لبعض الناس، لأن صاحبة الحكاية لبست الحجاب وقلعته وبعدين لبسته تاني. هي بتحكي بتقول ان اول مرة هي لبست فيها الحجاب محدش كان اجبرها عليه ولا حد كان كلامها في الموضوع، بالعكس هي اللي راحت لأهلها وقعدت تقنعهم ان هي تلبس الحجاب، وهي كانت صغيرة جدا. بس وقتها كانت شايفة ان كل الناس اللي حواليها عمالين يلبسوا الحجاب، فما كانتش حابة تكون هي المختلفة. بعدها بحبة بدأ الصيف يجي، بدأت تحس ان هي حرانة، بتلبس طبقات كتير، بتشوف بنات محجبين بشعرهم بيلبسوا تي شيرتس نص كم، مش محتاجين ان هم يلبسوا اكتر من لاير في الصيف ولا يحرروا نفسهم. فاخدت القرار وقلعت الحجاب. كانت بتوعد نفسها ان هي خلاص الطرحة بس اللي شالتها، لكن هي مش هتغير حاجة من اسلوبها. تحكي وبتقول ان هي بعد كده غصب عنها بدأت تقول انا عملت حاجة ربنا يتضايق منها ان انا عملتها، يبقى اكيد ربنا مش هيتقبل مني لو صليت. فبدأت غصب عنها تتخاذل في ان هي تخلي بالها من صلواتها، بدأت تتضايق من نفسها اكتر واكتر واكتر، وبدأ يرجع عندها تاني احساس ان هي محتاجة تلبس الحجاب تاني، او ان هي حاسة ان هي هتكون مستريحة لو لبست الحجاب تاني. ولكن جوه دماغها بدأ يجي اسئلة زي ما الناس كلها شافتني خلاص بشعري، هيرجعوا يشوفوني بالحجاب تاني؟ طب يا ترى الناس هتقول عليا ايه عمالة البس واقلع في الحجاب؟ بمعنى اصح يعني كان كلام الناس من ان تاخد خطوة زي خطوة الحجاب مخوفها، لحد ما she settled down وقررت ان هي هترجع تلبس الحجاب تاني ومش هتعمل لأي حاجة من الحاجات اللي هي سمعتها في دماغها. وكده يبقى فاضل لنا حكاية، هسيبكم تروحوا تسمعوها ونرجع نكمل كلامنا. انا محجبه بقالي فوق ال10 سنين مثلا as an experience يعني. هي صعبه، كستep صعبه طبعا، وكل ما الواحد بيكبر كل ما بتبقى اصعب. ممكن التشالنجز اللي قابلتني مع الوقت، يعني زمان ما كانش فيه تشالنجز زي دلوقتي يعني بقى تشالنجز كتيره جدا. ان حد يشتري لبس، ان اللبس بقى احلى، فساتين بتاع الحاجات دي كلها بقت احلى طبعا من غير الحجاب. ساعات كتيرة بلبس الاوتفيت مثلا وابص كده في المراية واحس ان هو ايه ده، انا كنت هبقى احلى كتير قوي لو نزلت كده. بحس ان الواحد عشان يعني يسافر مثلا دي بتبقى ابشع لحظة، مش ابشع بس عشان مبقاش باكزاجيريت، بس بتبقى اصعب لحظة. السفر مثلا، الدنيا حر بقى، الناس عايزة انزل بشعري، عايزة احس بالهوا كده بيطير شعري، الحاجات دي كلها. طبعا الحاجات دي ما بقدرش اعملها، يعني اخري اطلع البلكونة بالليل مثلا. الحاجة اللي بتخليني مثلا ان هو لا مكملة وما خليش الشيطان يلعب في دماغي مثلا، لا انت احلى من غير الحجاب، الهدوم احلى، تبقي براحتك، مش تبقي قاعدة في الحر ده متكتفة، الكلام ده كله، ان انا عارفة ان هو I'm doing it for a greater purpose. ان انا بعمل كده عشان ربنا، مش بعمل كده عشان يبقى شكلي احلى ولا اوحش ولا الحاجات دي كلها. انا بعمل كده اساسي mainly عشان عارفه ان دي حاجه هتقربني اكتر لربنا، حاجه هتديني سلام كده من جوايا. يعني ساعات بفضل افكر لو طب وانا لو قلعته هتبسط كده، بلاقي ان هو لا، انا مش هقدر حتى انزل من غيره، يعني مش هقدر. يعني كان بيجيلي احلام دايما ان انا نازله الشارع من غير طرحه ولابسه ايه، بحس ان انا بصحى مخضوضه، اللي هو في حاجه غلط، ايه ده، لا انا ما اقدرش انزل كده. هتسألوني وتقولولي does it get easy؟ هل الموضوع هيبقى سهل؟ هل الموضوع بقى سهل؟ هكدب عليكم لو قلتلكم ان انا عارفة الموضوع هيبقى سهل او مش هيبقى سهل. ما اظنش ان الموضوع هيبقى سهل مع الوقت، او ان الافكار دي بتروح، لان انا بحس ان الافكار دي it comes in waves، يعني بتروح وبتيجي كده مع الوقت. ولكن الحاجة اللي بتساعدني، واظن ان هي بتساعد بنات تانية زي ما انتوا سمعتوا كده، هو اننا نحاول نفوق نفسنا كل شوية ونسترجع السبب الاساسي اللي خلانا ناخد خطوة زي خطوة الحجاب. في النهاية كل اللي عايزة اقوله للبنات المحجبة، انتي مش لوحدك، احنا كلنا حاسين بيكي، وكلنا بيجيلنا نفس المشاعر ونفس الافكار. انتي مش وحشة علشان بيجيلك افكار زي دي. ولكل الناس
بنات او ولاد اللي حواليهم بنات محجبة بس مش لابسين الحجاب على اكمل وجه، لما تقرر ان انت تقول لهم يا تلبسوا الحجاب صح يا تقلعوه، انت كده ما عملتش اي حاجة مفيدة خالص. انت كده بتعمل كارثة، انت كده بتصعب الموضوع عليهم، انت كده مش بتشجعهم، انت كده ممكن تكون بترجعهم خطوات لورا غصب عنك بتأثير كلمتك عليهم. والكل بنت مش محجبة وبتفكر في الحجاب، ربنا يعينك ويعملك الخير وربنا يهديكي للحجاب. والكل بنت الموضوع شغلها بشكل او باخر، هي لابساه او مش لابساه، قلعته او بتفكر تقلعه، الموضوع صعب انا عارفة. ربنا يهدينا ويثبتنا، وخليكوا دايما فاكرين اننا مش لوحدنا. اي شعور في الدنيا احنا بنحسه خاص بقى بالحجاب او بغيره، فاحنا مش بنحسه لوحدنا. الحلقة دي كانت قريبة قوي لقلبي، كنت خايفة جدا، بس اتمنى الخير للكل، واشوفكم الثلاثة الجاي. حكاية التلات هي بودكاست أسبوعي موجودة على أبل بودكاست، سبوتيفاي، جوجل بودكاست وكاست بوكس. تقدروا تتابعونا على انستجرام وتيك توك @حكاية التلات بالإنجليش. نتقابل التلات الجاي.